نعمل ايه؟ على سبيل المثال ده في شتى انحاء العالم. عندك مثلا شيخ اسلامي او شيخ هو من وجهة نظره يعني احد شيوخ الاسلام الكبار، ده في تونس جنبنا يعني. خرج على المنبر، خد بالك بقى، التعليق على مجزرة تشارلي ابدو الارهابية. تخيل قال لك ايه؟ قال لك اولا هؤلاء قد انتقموا للرسول وانهم استوحوا ذلك من الكتاب والسنة. شوف دي بس عشان نشوف حكاية استوحوا ذلك من الكتاب والسنة. شوف الحتة دي. العميان المكفوفون الذين فقدوا البصر انتقموا لنبيهم، انتقموا لنبيهم. ولذلك الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاؤه القتل، جزاؤه الإعدام، فهو هدر الدم بنص القرآن، بل بنصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع السلف. هذا الشيخ ابن المفترية يفتري على الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، بل يفتري على النص القرآني. لا يوجد نص قرآني واحد يا مسلمين يقول انه العقوبة هي الاعدام والدم والقتل. ده الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعرض بأذى ولو بكلمة، شوف، ولو بكلمة، لكل من أساءوا إليه في حياته، بدءا من عمه أبو لهب في النار ولهبها وجحمها إلى أقل فتى وغلام في مكة. لم يتعرض. يا راجل، ده الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بالحجارة من أطفال، شوية عيال. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام قادر على أن يطيح بهم بألمين ولم يفعلها. ده كان الرسول عليه الصلاة والسلام أطفال، مش بقول لك بقى ناس وقتلة وكبار وطول وعرض وسيوف، عيال ماشية بتحدث بالطوب. ما زقش ولد، ما شخطش في ولد، كان يدير لهم ظهره ويمشي ويكمل طريقه. نفسه تبقى مجروحة ويشعر بالحزن لأنه صاحب كلمة حق، لكن لم يسيء. ده ما ردش على الإساءة بإساءة. يجي هذا الرجل، هذا التونسي الشيخ يا لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم التوانسة بصراحة يعني يحاكموا هذا الرجل ويحكموا عليه بما حكم، والله العظيم. يعني ربنا يصلح الأحوال في تونس يا رب. أدي مثال. طيب غير هذا الشيخ التونسي